السلام عليكم. انا فايزة عبد الله، القناة بتاعتي في ليفر كيتشن. هنكمل النهاردة السلسلة بتاعت العيد الكبير. منهم اول حاجة عملناها طبعا الفتة بتاعت العيلة، واللي هي بتجمع العيلة، وعملنا الرقاق باللحمة المفرومة، وعملنا الممبار، ودلوقتي عملنا الكوارع. العشاق بقى طبعا الكوارع، ده كوارع طبعا كندوز وكوارع صغيرة. هي طبعا ليها طريقة في تكون متنظفة، علشان تحبي الحاجة لازم تكون معمولة بطريقة صح. فبصوا يا جماعة، لما تدوقي الطعم او تشمي ان هي الريحة بتاعتها حلوة هتحبي الحاجة، لكن هي لو معمولة بطريقة مش صح او معمولة هتحسي ان انتي خلاص الحاجة مش حباها خالص. فدي الكارع، هتشوفي الكوارع ازاي الطريقة بتاعتها، وتتقدم كده بطريقة شيك وبطريقة كويسة تقدري ان انتي تحبي الحاجة اللي انتي عاملاها. وطبعا زي ما بيقولوا العين بتحب قبل يعني العين بتاكل قبل البق. ويتقدم طبعا مع الرز، يتقدم مع الفتة كده. اوكي، وهقدم لكم دلوقتي الطريقة بتاعة الكوارع، ازاي ان هي ممكن تتعمل، وازاي ان هي ممكن نسويها، وازاي ان هي ممكن ان هي ازاي ان ممكن تحبي الكوارع. ويا ريت ما تنسوش لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. وهبدأ معاكم دلوقتي بالكوارع. ودلوقتي هي يا جماعة الكارع دول اتنين كارع، اللي هي الرجل الأمامية. طبعا زي ما بنقول مغسولة كويس جدا، اتنقعت في خل ودقيق وملح، وتتغسل كويس قوي وتتكحت طبعا برضو بالسكينة لغاية لما تنضف كويس قوي ما يبقاش فيها اي حاجة. هي بتيجي اصلا مغسولة ومتكسرة، بس برضو بتتغسل كويس في البيت. دلوقتي انا هعمل ايه علشان ما يبقاش فيه اي ريحة زفارة. انا بحطها الاول في المية المغلية ربع ساعة وادلق المية، ربع ساعة تلت ساعة كده وادلق المية. برضو احط حبهان وبصل وكده وادلق المية، بعد كده اغير المية بتاعتها تاني. انا لازم احط ممكن ربع كوباية صغيرة خل. هي الحلة البريستو مش لانها ستانلس مش هتعمل حاجة، بس هو المفروض ان هي علشان تحافظ على الحلة ما تسمرش كده. زي ما انتم شايفين المية لازم تكون بتغلي. دي انا بعملها في حلة الضغط اللي هي الحلة البريستو، بس اعملها واحطها ربع ساعة وهوريكم وانا هعمل المية وهغيرها تاني. انا كده هشيل الكوارع كده بقالها تلت ساعة، هشيلها وادلق المية بتاعتها واغيرها واحط ميه تانية جديده تكون بتغلي طبعا، واحط بقى الحبهان والمستكه والورق اللورا. اوكي، عشان ما يبقاش فيه ليها اي ريحه. انا كده غيرت الميه وحطيت ميه تانية، غسلت طبعا الحله وحطيت ميه تانية وغليت. احط بقى الورق اللورا وفصوص المستكه والحبهان، واحط الكوارع
ولو انت عندك جزرايه، عندك ده الحبهان، لو عندك جزرايه، عندك كرفس، ممكن يتحط معايا برضو. دلوقتي احط الكوارع. اوكي، كده انا هقفل عليها. هي الكرع عشان مش كبير قوي، فممكن نص ساعة كده واطفي عليها واستنى اشوف التسوية بتاعتها، واشوف هتحتاج تاني غلية ولا لا، سوا ولا لا. بس يا ريت ان احنا ما نحطش ملح ولا التوابل بتاعتها الا لما بعد ما تستوي، عشان الملح ما يأخرهاش في التسوية. هي مجرد ما تغلي المفروض ما انا اوطي عليها عشان تستوي براحتها، وتاخد الوقت بقى اللي هي حسب حجم الكوارع. في الحلة التانية هتاخد منها مثلا ممكن ساعة، الحلة العادية. ولو عايزة تزودي مية ما تزوديش غير بمية مغلية، مية سخنة، ما تتزودش بمية ساقعة خالص. دلوقتي يا جماعة الكوارع ممكن هي تكون استوت، لانها بقالها اكتر من نص ساعة. اوكي، كشفت عليها كده، احط عليها الملح والفلفل. بس ما شاء الله استوت قوي. احط الفلفل كده، الملح، هطلعها بقى احطها كده في البرام الفخار او الطبق بايركس، ونحط لها بقى الطشه والتومه وكده على الوش. نشوفها مع بعض. بصوا يا جماعه لما طلعت طلعتها مستويه ازاي. بصي النخاع طلع منها كله. بصي استوت. هو طبعا لو في الحله العاديه دي عشان حله الضغط اللي هي الحله البريستو، لو في الحله العاديه هتاخد لها حوالي ساعه، او هي ممكن عشان نفس الكرع كمان صغير، انت بقى هتقعدي تبصي عليها كل شويه. هاخد بقى منها واقطعها احطها في الشوربه. هعمل الطشه بتاعتها كده، معلقه زيت واحده عشان هي مش ناقصه دهون يعني. احط معلقه الثوم، وبرده لو بصل يا جماعه ممكن تتعمل برده بصل كده بس. احط قبل ما تحمر قوي احط الخل عشان ما يعملش مراره لو الثوم احمرت. صلصه البيوريه، طماطم بيوريه، كده. احط الملح، احط فلفل اسمر عليها، وندهنها كده. حطيت عليها حبايه فلفل حار لو انت حابه. بصي حابه تشيلي منها العظم، شيلي منها العظم كده.
بصوا يا جماعة، ده الشكل النهائي بتاع الكوارع. الاتنين الكارع اللي عملتهم صغيرين، وده الشوربة. بصوا تتقطع كده قطع، الكوارع تتقطع قطع صغيرة، شايفين بالشوربة. بصوا الشوربة بيضة ازاي ونظيفة، علشان اتنقعت واتغسلت كويس، واتغسلت وبعدين اترمت الشوربة بتاعتها الأولانية، وبعدين عملنا شوربة جديدة. طبعا مفيش أي ريحة فيها، ريحتها فل الحقيقة، وتحفة تحفة طعمها. ده عشاق بقى الناس الأكيلة يعني. ودي الكارع. بصوا طبعا مستوية قوي. يا ريت يا جماعة لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. بصوا تتاكل بقى، ممكن تعمليها بقى لو حابة تعمليها مع فريك، لو حابة تعمليها تحطيها تقدميها مع الرز، يعني حابة تعمليها مع، هي في الغالب ممكن مع فريك مع الرز، يعني زي ما انت حابة.